كشف موقع بطولات المصري أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى عرضًا عن طريق شركة تسويق لمواجهة منتخب المغرب في مباراة ودية خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بشرط وحيد، وهو دفع اتحاد الكرة المصري $100,000 لاتحاد الكرة المغربي، بالإضافة إلى تحمل نفقات سفر وإقامة منتخب المغرب في القاهرة. المصدر ذاته أوضح أن اتحاد الكرة المصري رفض طلبات المغرب، حيث يرى أن هناك مبالغ مالي في ذلك، ليتم إغلاق الملف نهائيًا.